بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني خالص من الفيديو اللي فات. قلت لكم الفيديو جديد النهارده، يا رب يعجبكم. بصوا بقى، اللي يعيش يا ما يشوف. كل يوم الواحد بيكتشف حاجات غريبه جدا. بس طبعا اذا كان الام اصلا بتضحي بابنها، واذا كان الام بتقتل ابنها، مش هنستغرب والله العظيم على بتاع القصه اللي انا هحكيها لكم دلوقتي دي. القصه اللي انا يعني بحكيها لكم دلوقتي دي عامله ترند. بصوا بقى، ايه هي القصه اللي احنا هنتكلم فيها النهارده؟ رقاصه جه بلاغ لمديرية أمن القليوبية إن في طفل يعني ما يتجاوزش عمره 3 سنين، إن هو كان في تهشم في الجمجمة بتاعته. تهشم جامد في راسه وفي خدوده وفي سنانه وفي مناخيره. يعني زي ما يكون حد كده مفتري عليه وخبطه، لدرجة إن هو يعني مصفي راسه. ليه بقى كده هوت؟ وجابوا الناس اللي هو كان عايش معاهم، طلعوش ابوه وامه، ده دول ناس مستضيفين الطفل. مستضيفين الطفل ازاي؟ الرقاصة دي كانت طبعا مش فاضية، حملت من الحرام من واحد، وبعدين طبعا مش فاضية بقى بترقص، ووقتها مش ملكها. فالمهم ان اختارت عيلة وكده ان هم ياخدوا الطفل دول ويربوه لها. عفوا. الطفل كان اسمه آسر. خلفته طبعا ورمته. اول ما خلفته بقت تديهم مبلغ مالي كل شهر تديهم مبلغ مالي عشان يجيبوا له بقى طبعا البامبرز، ويجيبوا له ياكلوه ويجيبوا له اللبن. اذا كان هي خلفت اصلا ورمت، يبقى هو ما صعبش عليها، يعني هيصعب على العيله اللي هي استضيفته. المهم ان اخدوا الناس دي، كان اب وام وطفله. الطفله دي كانت اكبر من الولد شويه. قعد معاهم سنه واتنين، وبعد كده هو معرفش قطعت عنهم المبلغ المالي اللي كانت بتديهولهم ولا ايه. وفي الاخر حصل مشاجره بين الولد وبين البنت، بنت الراجل اللي مستضيف الطفل ده او المربي. مسك الطفل من غيظه منه، بقى يخبط دماغه في الحيطه، يخبط دماغه في الحيطه، يخبط دماغه في الحيطه، لغايه ما فجر جمجمته. انتوا متخيلين؟ يعني ده طفل والله العظيم، ده يعني يعتبر ان هو يتيم. ذنبه ايه ان هو جه في الحياه؟ امه رقاصه رميته لناس ما عندهاش رحمه. ما عندهاش رحمه والله العظيم. انا يعني استغفر العظيم يا رب، ربنا يعني خلق الناس دي، واستغفر العظيم يا رب خلقهم من اني عجينه، من عجينه الشياطين. يعني هي فاضيه الرأس والمال الحرام، وبتجمع مال على جسمها اللي كل حته فيه بتاخد عليه ذنوب، ان كل الناس بتشوفه. في الاخر تجيب طفل تعذبه في الدنيا، كل همه في الدنيا ان هو امه رقاصه، وان هو جاي من الحرام، وفي الاخر رميته للناس ما عندهاش رحمه، ولا بتسأل عليه، ولا بتقول هو فين، ولا حتى يعني المفروض ان هي حتى لو ام رحيمه او كده وهي مثلا مش فاضيه او حاجه، بتجيب له حد في البيت. لو هي مثلا يعني لو هي مثلا في قلبها رحمه، تجيب له حد في البيت يربيه وهو يبقى قدام عينيها. ده لو هي ام زي بقيه الامهات. يعني ده القطه، لما تشوفوا القطه كده، انا ربيت عندي قطط كتير والله في البيت. انا كنت بشوف القطه بتبقى عامله ازاي على القطط ولادها لما بتربيهم، اما بتخلفهم. اما يعني تخلفهم كده، لو جدع انت خد قطه منهم وامسكها او المسها. ما تقدرش من حيوان تاخد منه قطه، تاخد منه قطة وتخبيه او تمسكه وهي القطة بص عليه. يعني ربنا خلق الغريزة دي في البني ادمين، ان تعبنا ازاي في ان احنا نخلف عيل. عشان كده خلقنا ان احنا بنتعب على العيل عقبال ما بسرعة بنجيبه، أو ما عشان نخاف على نفقدوش العيل بعد ما نجيبه، نديه لأي يعني حد أو نفقدهوش. نفرط فيه. يعني ربنا سمى العيال عيالنا دول فلذات أجبادنا. ازاي نفرط فيهم ونوديهم لحد ما فيش في قلبه رحمة؟ ان هو يعني مجرد ان هو اختلف مع البنت اللي هي بنت الراجل المربي. يعني هو ده عيل عنده سنتين تلاتة، يعني ما كملش ال3 سنين. هيختلف في ايه؟ عضها مثلا؟ طب عضها يعني، طب ايه يعني مثلا حتى لو عضها تمسكه ان انت تهشم الجمجمه بتاعته وتكسر الجمجمه بتاعته لدرجه ان هو الولد يعني يموت على طول في الحال. ويعني يمسكوهم ويقول لهم ده واقع من على السلم. وقع من على السلم. طبعا الحكومه يعني ليها، يعني والله العظيم ليها شابوه ان هي بتفضل ورا القضايا دي لغايه ما تعرف القاتل الحقيقي، وتعرف ان الواحد عمل ايه في العيل ده، لغايه ما تتوصل العيل ده اتقتل ازاي. وفعلا العيل اتقتل اهو. العيل اتقتل، ما وقعش من على السلم ولا حاجه. يعني كان ممكن ان هو العيل اتدفن والحكومه ما دورتش ورا المربي ده ازاي العيل جراله كده او بتاع. لكن الحكومه بتفضل ورا الجريمه لغايه ما يعرفوا قرارها. شابوه والله العظيم لرجال المباحث ان العيل ده كان ممكن يتدفن، ولا حد عرف هو اتقتل ازاي او متقتلش ازاي. قبضوا على طبعا على الرقاصه، وقبضوا على المربي، وقبضوا على زوجته.
وهم يعني مصيرهم ايه، مصيرهم ايه الناس دي؟ ان هم يعني باي ذنب، باي ذنب قتل الطفل ده مثلا؟ يعني ليه الوحشيه دي؟ بقينا في زمن والله العظيم يتخاف منه. والله العظيم ما عارفه اقول ايه. يعني هي ترقص وتلم تجمع مال من الحرام، وتقعد طول عمرها عايشه في الحرام، وفي الاخر برضك تجيب عيل من الحرام، وفي الاخر تجيب عيل تعذبه في الدنيا. حتى لو كان عايش كانوا يقعدوا طول عمرهم يعايروه، يقولوا له ابن الرقاصه. والله العظيم ابن الرقاصه دلوقتي بقى يخش مدارس انترناشونال، بقى يحترم دلوقتي عن عيل ممكن يبقى امه وابوه ما بيخرجوش من الجوامع. فدلوقتي والله العظيم زمن بقى يعلم بيه لربنا. ربنا يرحمنا من الزمن ده يا رب، وربنا يكفينا شر المستخبي، وربنا يكفينا. الناس بقت وحوش. بقينا عايشين في غابه، عارفين اللي هو اللي الواحد خلاص يعني. اذا كان الام اصلا بتقتل، انا لسه كنت قايله لكم الجريمه المره اللي فاتت، الام اصلا قتلت، ساعدت في قتل عيالها. شافتهم وهم بيتقتلوا، الراجل ده يعني عشيقها ذبح عيالها قدامها. فما نستغربش ابدا ان الرقاصه دي رمت ابنها او رمت ضناها. ده ربنا مسمي الضنا ده فلذة كبد الواحد. ان ربنا لما بيفتكر العيل وبيقول له اخذت فلذة كبد عبدي، فربنا بيقول كده على ضنانا ان هو بيبقى فلذات اجبادنا. ازاي بقى نضحي بيهم كده؟ يعني بقى نضحي بيهم بسهوله كده؟ فمش عارفه اقول لكم ايه في القضيه دي. مستغربتش منها كتير، لان يعني دي يعني اقل وحشيه. لان اللي قتل العيل مش امه ولا ابوه، ده اللي قتل العيل مجرد مربي كان يعني بياخد فلوس عليه، او كان بيؤجر ان هو بياكله وبيشربه. يا عالم كان بياكله يوم بيجوعه يوم، طالما هو بالوحشيه دي كان هو اذا كان هي اصلا امه رمته، يبقى هو اللي مربيه، هو اللي هيبقى قلبه عليه. فما نستغربش ابدا من القضيه دي خلاص. احنا كدهوت على حافه الطريق، وخلاص احنا كدهوت بنقول للايه، لاخر الزمان يعني قرب. احنا بقينا في اخر الزمان اصلا. فما نستغربش من القضيه دي ان هي بتحصل في بلدنا. خلوا بالكم من عيالكم، وخلي بالكم من والله العظيم الدنيا دي تعالوا كده نسرد بقت على القصة مع الدنيا بعض السلامه. ونقول قالوا ايه فيها. طفلا لم يكمل بعد عامه الثالث نتاج علاقة غير شرعية بين والدته والتي تعمل راقصة ورجلا، وما أن أكمل عامه الثاني حتى تركته والدته لدى مربي لاستضافته مقابل دفع مبلغ مالي، نازعة عن قلبها الأمومة والإنسانية. قصة صغيرة قليوبية، وبالتحديد مدينة شبرا الخيمة، والذي لم يكمل بعد عامه حتى الثالث بات قتيلا على يد مربيه سلمته له والدته الصغير لاستضافته، نظير مبلغ مالي ترسله له شهريا الأول، إلا أن المربي قام برتمه في الحائط مما نتج عنه وفاته في الحال. تضمنت واقعة القليوبية تفاصيل ومفاجآت، حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تحديدا مديرية أمن القليوبية أن الطفل آسر نتاج علاقة غير شرعية بين والدته والرجل الآخر، وأن والدته تعمل ونظرا لانشغالها قامت بتسلمه لأحد الأسر في شبرا الخيمة مقابل استضافته. يعني في الاخر كده الست بتشتغل وشقيانه ورمت الولد لناس ما عندهمش رحمه. الناس دي طبعا لما يجوا يتكلموا يقول لك احنا هناكل نفسنا ولا ناكل بنتنا ولا ناكل عيل غريب ولا عيل ابن رقاصه. طبعا هيبقى في حقد من ناحيتهم ليه. بياخدوا فلوس مثلا مقابل نظير مبلغ مالي. حتى طب كانت اديته لقرايبها، كانت اديته لامها، كانت اديته لاي حد، ولا هي اصلا طبعا عشان خاطر هي جايباه من يعني من حرام. طبعا محدش يعرف حاجة عن أهلها، وأكيد هي طفشانة، هي هربانة. انتوا عارفين الفئة بتاعت الرقاصين دول، ربنا يا رب يتوب عليهم يا رب ويهديهم ويرحمنا من الناس اللي هي أصلا. بصوا ربنا بيقول لك ايه، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. في ناس سفهاء كده هوت، ربنا ممكن لما يجي يعني يقوم بتاع القيامة علينا كده بيقومها على الكل. فهنقول ايه، ربنا يرحمنا برحمته. والله العظيم يا بنات الفيديو ده انا مسجلاه، بصوا، على الرغم ان هو 10 دقايق بس كان اصعب فيديو سجلته. والله العظيم مش عارفه ايه الحكايه، مش عارفه اجمع فيه الكلام خالص، مش عارفه اتكلم فيه خالص، مش عارفه، زي ما كنت اول مره بمسك تليفون، اول مره بسجل فيديو، اول مره يعني بقول قصه. فتعبت فيه جدا والله، يعني مسحته ونزلته كذا مره. فعايزاكم تشجعوني كده، عشان انا اصلا يعني الصراحة يعني بكون أنا مش متظبطة نفسيا، فبيطلع الانطباع ده على الفيديو نفسه. فشجعوني كده بكلمة من عندكم في التعليقات.